ولو هتكلم عن فتحي خورشيد، نجم واسطوره الهرم من اساطير الكره المصريه. الهرم بدايته كانت مع نادي غزل المحله. الهرم كان من ابرز واعرق حراس اللي جت مصر على مر التاريخ، وابرز واعظم حارس مرمى جه في نادي غزل المحله. كابتن خورشيد كان من افضل الحراس اللي لعبت في دوره طوكيو سنه 1960 ودوره روما سنه 1960 ودوره غانا سنه 1963. كابتن خورشيد جه في وقت من الاوقات كان افتتاح استاد القاهره، امر المشير عامر ان هو يلعب لنادي الزمالك قصاد الاهلي في افتتاحيه استاد القاهره مع الزمالك. لعب مع الزمالك ضد الاهلي الاهلي، وكان مفاوضات كبيره جدا جدا من نادي الزمالك ان الكابتن خورشيد يلعب في نادي الزمالك، ولكن نادي غزل المحله طبعا ما فرطش فيه، ما فرطش في اسطوره زي ده، ما فرطش في حاجه زي دي. كابتن خورشيد لقب بافضل تاني حارس مرمى على مستوى الشرق الاوسط بعد ياشين حارس روسيا. الكابتن خورشيد اشتغل في اتحاد الكوره ترينر، يعني ايه صناعه حراسه مرمى، يعني ايه يجيب المدربين، يلم المدربين اللي على مستوى جمهوريه مصر كلها، يقعد يعرفهم اساسيات يعني ايه تدريب حراسه مرمى. كابتن خورشيد اسطوره من اساطير مصر، اسطوره من اساطير نادي غزل المحله، اسطوره من اساطير الابويه. دي لسه هنتكلم عليها، يعني خلينا نتكلم عن اسطوره الكوره. اسطوره الكوره صعب ان يبقى يجي حد زي كابتن خورشيد، الوحيد اللي على الاقاليم، مستوى الاقاليم كان قليل لما بتحصل من خارج الاهلي والزمالك جدا جدا. اولمبياد طوكيو واولمبياد روما، راجل اولمبي، راجل عمل تاريخ لمصر مشرف، راجل دخل في موسوعه افضل حراس مصر من اول ما احنا عندنا صور برضو معروضه، يعني ممكن تكون صور حصريه برضو للبرنامج موجوده معانا. دي في دوره طوكيو، الصوره دي في دوره طوكيو سنه 64، ولقبوه بخورشيد العظيم هناك، وعملوا له غلاف على مجله ان هو كان افضل تاني حارس مرمى بعد ياشين حارس روسيا. لقبوه بخورشيد العظيم. وجي هنا طبعا كان رئيس، يعني في لقب العظيم وفي لقب الهرم والهرم، بس هو ملقب في المحله بالهرم، يعني المحله كلها عارفه الهرم. الكره المصريه تقريبا كلها عارفه بالهرم، بس في الاغلبيه العظمى شعبيته في نادي غزل المحله كان ملقب بالهرم. ده اللي حكيت. طبعا لو حكيت هحكي عن كابتن خورشيد كتير، مش هنوفق. كأب بقى، كأب كان مصاحبنا كلنا. كأب كان مصاحب، احنا أربعة. أربعة. ليا أختي الكبيرة الباشمهندسة رشا والباشمهندسة ريان ومحمد أخويا. كان كل واحد ليه عنده لينا في البيت كان كاريزما، كل حد كان ليه كاريزما عند كابتن خورشيد. أنت بس كنت في الرياضة ولا الأخ كمان كان في الرياضة؟ كان في الرياضة، كلنا كنا في الرياضة، بس ما كملناش. كان في، على فكرة أنا كان ليا أخويا ده كان فيرود رهيب. محمد فتحي خورشيد كان فيرود رهيب. ما كملش ليه؟ الظروف ما اتاحتش لمحمد انه يكمل.